الإطلاق الكثير. يا أخوان، هسه لو الشمر ضارب الصواريخ على إسرائيل، وهاي الجزئية هم نقول له شكرا، هاي الجزئية هم نقول له شكرا. بعدين اللي يكرهون النظام الملكي مثلا، اكو ناس الان يكرهون النظام الملكي، يقول عبد الكريم قاسم خلصنا من النظام الملكي. يقدرون ينفون حقيقة ان الجيش العراقي شارك مشاركة مشرفة بحرب 48؟ اللي يكرهون نظام عبد الرحمن عارف يقدرون ينفون حقيقة ان الجيش العراقي شارك مشاركة وساهم مساهمة مشرفة في حرب حزيران 67، وان الرئيس عبد الرحمن عارف ارسل ابنه قيس مع اول دفعة من الجيش العراقي ذهبت الى جبهات القتال. اللي يكرهون نظام البعث يقدرون ينفون حقيقة ان الجيش العراقي ساهم مساهمة مشرفة وحمى دمشق من السقوط في حرب تشرين عام 73. فانا من اتحدث ما اتحدث يعني بعضهم يقول لك هذا تلميع لصدام، لا يا اخوان، خلينا نفتهم الحقائق كما هي، خلينا نفتهم الحقائق كما هي. لذلك اقول اثنين ما مقبولة شهادتهم، المبغض والمحب، الموالي والمعارض، لان ذولا لازم نزعة المحبة ونزعة البغض، نزعة الموالاة، نزعة المعارضة، تاخذه الى مساحة الانحياز المسبق، المواقف المسبقة. يعني بعضهم يقول لك انت ايش دعوة وتمجد بصدام وطلعته. انا ما مجدت، انا اقول العراقيين بعد 50 سنة بعد 100